إيه العربية اللي أنت اتخمّيت فيها؟ يعني عربية كده رُحت جبتها وبعد ما ركبتها قُلت مش هاركبها تاني. اتخمّيت فيها العربية من العربيات اللي اتخمّيت فيها جدًا الهامر الحقيقة. الهامر، آه، وقت الهامر بتاعة زمان بتاعة زمان الH2 H2 والH1 والحاجات دي، جِبت واحدة مرّة كنت بقى متوقع بقى لقيت العربية بتجري 120 كيلو آخرها، آه، فأنا ما كنتش فاهم برضه 120 كيلو يعني على الدبابة دي. دبابة يعني عربية ومن جوّه كبيرة جدًا كانت حجمها، وبقى آه، الكلام ده ما كانش موجود على الصور. أنت برضه ساعات لمّا بتجيب حاجة زي كده زي للأسف زي الهدوم الأونلاين تيجي أيوه بتيجي لك حاجة تانية خالص. كان ما بيني وما بين الكرسي اللي جنبي بتاع 5 كيلو، آه، كنت بازعّق عشان أكلمه. لا، لا، وما تطولش فكانت الكرسي اللي وما جنبك طولش أنت الكرسي اللي جنبي، والعربية كانت ما بتجريش، تيجي أقعد أبقى راكب على الدواسة عشان أوصل لل120 كيلو، فكنت باقعد أتعذب على الطريق الصحراوي عشان آجي مثلًا وأنا مسافر طالع الساحل طالع حاجة مش عارف أجري أكتر من 120 فما كيلو، 160 عرفتش كيلو، ما ما عرفتش فيش، تمشي. فما عرفتش أمشي بيها، بس بعد شهرين 3 بِعتها، ما عرفتش أتأقلم في العربية خالص، قُلت لهم دي عايزة واحد ييجي يخش يحارب بيها، أنا مش آه، هاحارب، فما عرفتش أتأقلم بيها، كنت ساعتها بقى باركب بورش والحاجات دي، كانت الهامر بالنسبة لي هي كانت لقطة حلوة، وكانت كل الناس تقف تتصور معايا، طبعًا أول وعربية وقت كانت ما قمر، طلعت. وكنت أنا أول واحد يمكن أجيبها في مصر، فكانت عربية حلوة من جوّه، وقمر من جوّه، بس طبعًا كانت في الصحرا بقى إيه، حاجة لا طبعًا. تعمل أي حاجة بقى في الصحرا ممكن تدخلها، يعني أي حاجة في الصحرا ممكن تدخلها، بس طبعًا مش هي عربية صحرا. إيه العربية اللي ما كنتش متخيلها حلوة وبعد ما ركبتها لقيتها جامدة أوي؟ عربية كنت متخيلها التسلا أول ما جبتها، يعني أول ما جبت العربية كنت التسلا فاكرها مش دي حلوة؟ كنت لأ كنت ما كنتش يعني كنت فاكرها أول ما ركبتها إيه يا عم ده screen عادية، إيه بقى فين التطور لمّا ابتديت أتعايش مع العربية بقى بتلاقي في حاجات غريبة، بتحفظ المطبات مثلًا. يعني إيه بقى يعني بتحفظ تحفظ المطبات؟ المطب، مثلًا تاخد المطب تقوم هي معلمة على الGPS إن كان في مطب في الحتة الفلانية، فتيجي بعد كده قبل ما تيجي تقوم مهديّة لك، تقول لك خلّي بالك في مطب في الحتة الفلانية، في حفرة في الحتة الفلانية. الله! ده الGPS ما عملهاش. آه، ف ف يعني ف يعني الGPS دلوقتي الجديد بيعملها، يعني الGPS دلوقتي لمّا تيجي يقول لك مثلًا هتلاقي مثلًا بعض الapplications بتقول لك خلّي لأ هو بالك بيقول لك في الرادار فين بس. لأ، وبيقول لك قبليها خلّي بالك في مطب، في منطقة إصلاح. لأ ده الGPS النهارده عمل معايا حركة آه، تضحكني أوي. آه، ك ومرة واحدة وأنا ماشي في الطريق كده فقال لي إن في كمين بوليس كمان 600 متر، تكمّل؟ آه. كنت عايز أقول له: "أنت حد قال لك حاجة عليَّ؟" يعني إيه كمّل؟ أيوه هنكمّل. آه. يعني ليه كمين شرطة عايز نهرب ليه؟ صح، هو ف في فعلًا حاجات آه، باقول لك بتجيبها دلوقتي GPS وبيجيبوا المطبات دلوقتي بيجيبوا المناطق اللي هي الunder construction يقول لك خلّي بالك المنطقة دي under construction فخلّي بالك فيها مطبات وحاجات متكسرة. بس العربية كانت بتقول لك المطب فين، ده فدي حاجات إنجاز. كانت التكنولوجيا بقى كنت أول مرّة أشوفها بقى في العربيات، الtouch screen الكبيرة، العربية اللي من غير صوت، آه، يعني تيجي تدوّر كنت أنا متدوّل بقى متعوّد على عربيات البنزين، آه، يا عم ما قاعد فيش أدوس على حاجة. زرار العربية فين، أتاري العربية دايرة فاهم؟ والسقف بتاعها غريب والسقف جدًا. بتاعها غريب، كل حاجة كانت فيها غريبة، كانت بالنسبة لنا حاجة لأ، أول مرّة تكنولوجيا غريبة عن اللي إحنا متعودين عليها، حتى عن الoptions اللي متعودين عليها، options كانت مختلفة، كل حاجة فيها كانت مختلفة، طب يعني قصة الكلاب دي مثلًا، إيه لمّا يبقى الكلام عندك دي؟ كلب، يعني هي فيها مثلًا قصة options لو في كلب جوّه العربية، إيه بت بت بتعمل إيه؟ م بت بت بتعمل له options جوّه العربية وتسيب الكلب وتقفل عليه، هو بيشغّل التكييف للكلب وكل حاجة جوّه تسلا؟ في التسلا إن أنت ممكن تسيب حيوان أو حيوان كلب جوّه جوّه العربية. العربية ويعملها لك، ودي حتى في الإعلانات اللي كانت عاملاها تسلا. وتشغّل له الموسيقى اللي هو عايزها والحاجات دي. الموسيقى اللي هو عايزها. آه، كلب. آه. فدي من الحاجات اللي كانت فيها شوية حاجات كُنّا إحنا أول مرّة يعني أول هي كانت غريبة على المجتمع بتاعنا، زائد كمان كoptions أول مرّة نشوفها في العربيات، كعربيات بقى حتى في أغلى عربيات في العالم.